شاء الله النهاردة هنشرح آخر جهاز عندنا لتطبيقات الدريجر هو النانومتر، وبسيط يعني إن شاء الله. هو النانومتر في الأول كده بنستخدمه في إيه؟ بنستخدمه عشان لو عايزين نعرف جهاز معين إحنا حابسينه في تيوب وعايزين نعرف الدريجر بتاعه قد إيه، فبنجيب يو تيوب زي دي ونبقى حابسين الجهاز في تيوب زي دي وبنوصلهم ببعض. ده المنظر اللي انت شايفه ده. فاحنا كنا شايفين في الكيس الأولانية من غير ما نوصل الجهاز كان مستوى السائل متساوي. أول ما حطينا الجهاز وفتحنا التيوب دي هو الجهاز هيفضل يضغط ينزل على السائل ينزله لتحت مستوى معين ويطلع يعني الناحية التانية بنفس المقدار لحد ما يحصل إكويليبريم في وقت ما بقى. فأول ما يحصل اتزان هنشد خط، هناخد عند خط هوريزونتال هناخد 2 بوينت اتسين هوريزونتال ليفل عند نفس الليكويد، بالتالي ده ايه هيحصل ايه؟ بالتالي كده الضغطين هيبقوا متساويين، يعني لو دي 1 ودي 2 ففي 1 هتساوي دي 2. دي 1 اللي هي ايه؟ دي بتاعت الجاز. طب وفي 2 هي الرو جي بتاعت رو جي اتش بتاعت السائل زائد الاتموسفير بريشر يضغط من فوق، فبالتالي عرفنا نجيب الدريجر بتاع الجاز اللي احنا مكناش عارفينه، وده الاستخدام بتاع النانومتر. ولو رحت مع حد بيكشف على الكاوتش العربية مثلا عايز ينفخه أو فسة، فبتلاقيه حط كده حاجة شبه وش الساعة اللي بتتلبس في الإيد، هو ده النانومتر، يعرف الغاز المحفوظ جوه. ده استخدامه الوحيد، يبدو تكون واضحة يعني. والنانومتر هيبقى ليه 3 حالات. أول حالة لما زي اللي انت شايفها دي، لما تشد خط هوريزونتال عند نفس السيل ليفل عند نفس الليكويد هتلاقي التالي هنا اللي بيضغط عند النقطة دي الاتموسفير بريشر، وعند النقطة دي الجاز، ومفيش ديفرنت في الهايت، مفيش ديفرنت في الهايت، هتلاقي مفيش ديفرنس في الدريشر. ده معناه ايه؟ معناه ان الدريشر بتاع الجاز هيساوي الاتموسفير بريشر. دي اول حالة واسهل حاجة تجيلك. فاضل حالتين، هو الموضوع زي ما انت شايف كده سهل خالص. تاني حالة هي بالمنظر اللي قدامك ده، هتسحب خط عند السين هوريزونتال ليفل بتاع الليكويد، هتلاقي التالي، هتلاقي ان النقطة دي يضغط عليها حاجتين، ايه هي؟ الرو جي اتش بتاعت الميركوري زائد ايه؟ زائد الاتموسفير دريشر، هيساوي النقطة التانية. النقطة التانية هتلاقيها الدريشر بتاع الجاز. فهو هتلاقيه مثلا جالك في السؤال قال لك عايز الدريشر بتاع الجاز، فانت معاك الاتموسفير دريشر عارفه، وهيبقى معاك الاتش وتجيب دي الاتموسفير الدريشر بتاع الليكويد، او يديك المنظر ده ويقول لك عايز الديفرنس دريجر بتاع الجاز اللي هو ايه؟ بص هتودي ده عكس الإشارة أو العكس على حسب مين أكبر. فهنا الجاز هو اللي أكبر فهنسيبه زي ما هو، وهنودي الأتموسفيرك للماينس، هيتفضل الرو جي اتش بتاع النيركري. فهو أول ما يقول لك عايز الديفرنس بتاع الجاز، الديفرنس بريشر بتاع الجازز، ده معناه اللي هو بيقول لك عايز الجانج بريشر بتاع الفلويد الموجود. فانت اول ما تسمع الكلام ده هتروح تحسب الدريجر بتاع الليكويد اللي عامله خلاص. اول ما تسمع الديفرنس دريجر للجاز. ودي الحالة التانية. الحالة التالتة لما تيجي تاخد خط
عند نفس الليكويد at same horizontal level، النقطة دي هتلاقي ايه بتساوي ايه، هتساوي الاتموسفير بريشر. النقطة التانية هتساوي الدرجة بتاع النيركل اللي هو الرو جي اتش زائد الدرجة بتاع الجاز. عايزين نجيب الدرجة، احنا اساسا عاملين النانومتر ده عشان نجيب الدرجة بتاع الجاز، هتسيبه زي ما هو وهتودي الدرجة بتاع النيركل ده بالماينس، فبالتالي جبت الدرجة بتاع الجاز. ولو قالك الديفرنس جازز هتعمل ايه، هتسيب ده زي ما هو وهتودي الدي جاز عكس الإشارة. ليه؟ لأن المرة دي الدي نوت بتاع الأتموسفير هو أكبر من الدرجة بتاع الجاز، هيساوي الدرجة بتاع النيركل أو السائل عامة. فأنت كده أول ما تسمع يقولك عايز ديفرنس بريشر للجازز، أنت هتجيب الدرجة بتاع الفلويد اللي بيعمل اللي هو موجود في التيوب. الموضوع سهل مش محتاج أصلا تفكير. دلوقتي بس الأول احنا لما نيجي نشرح الدرومات قلنا ان احنا بنستخدم الميركوري. ليه؟ لان الضغط الجوي لما يجي يزق الميركوري يرفع الميركوري هايت يساوي 76 سنتيمتر، انما لو ميه فبيرفع الميه ممكن هايت يوصل ل10 متر، فانا مش هيوتيو 10 متر. في النانو متر نفس الحوار، لا ممكن نستخدم ميه وممكن نستخدم ميركوري. امتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده؟ بص، في الوتر من نانو متر لو هقيس فروق ضغط صغيرة فبستخدم الوتر. يعني ايه فروق ضغط صغيرة؟ بص، لنفترض مثلا ان انت جاي المنظر ده هتنفخ من الدرانش ده كده، فانت هتنفخ بجاز معين، الهواء اللي انت بتنفخه ده الدرجة بتاعه قليل، فلو انت بتنفخ والسائل ميركوري فوق، فالروت بتاع الميركوري كبير قوي، فالاتش صغير قوي وبريشر صغير، فبالتالي هي هتنزل حتة صغيرة تطلع من ناحية حتة صغيرة، تكاد اللي انت مش عارف تقراها، لأن الهواء الضغط بتاعه قليل والليكويد الضغط بتاعه الدنسيتي بتاعته عالية، فانت لما بتضغط عليه ضغط قليل تقريبا مش هيتأثر، فمش هتعرف تاخد قراية. لكن لو جبت نفس الشخص بينفخ هنا ووتر، فالووتر الدنسيتي بتاعتها قليلة فالهايت كبير، فلما يجي يضغط على المية هينزلها الليفل وتطلع الليفل الناحية التانية تقدر تقراه، فبالتالي تعرف تاخد قراية مفيهاش أخطاء. نيجي للعكس عشان توضح أكتر، لو تستخدم درجة جاز الضغط بتاعه عالي جدا، عالي يعني مش عالي جدا يعني، وحطه في مية، فبالتالي الضغط هنا كبير هينزل كل ده وهيطلع المية الناحية التانية، فالمنظر ده فالمية هتطلع من الدرانش تتكدن الناحية التانية، فالجهاز كده باظ، انت مش هتعرف تاخد قراية لأن الضغط كان عالي وانت بتحطه على السائل الدنسيتي بتاعته قليلة جدا. فبالتالي هنا في الميركوري مانومتر بنستخدمه للديفرنس بريشر الكبيرة. عندك العكس هنا، لو حاطط ميركوري فهو يضغط لليفل معين ويطلع للليفل الناحية التانية هايت معقول تقدر تقراه. خلاصة الموضوع احنا هنستخدم الووتر في النانومتر لو هنقيس ضغوطات قليلة، هنستخدم ميركوري في النانومتر لو الضغط بتاع الجاز عالي. بالنسبة اللي احنا بنتكلم على فرق الضغوطات، فتعالى نتكلم في موضوع تاني تشتغل على الفكرة دي، ايه هو السترو او اللي هي الشليمو. الشليمو ازاي بتشتغل؟ نفترض مثلا انت جايب عصير وحاطط شليمو هتشرب هنا اهو، بس قبل ما تشرب عايز اوضح لك حاجة، اللي بيضغط هنا ايه؟ ضغط الجوي، واللي بيضغط هنا ايه؟ ضغط الجوي، فبالتالي المية ثابتة هنا. حلو، دي انت دلوقتي بتشفط
عشان تشرب العصير، فبتهيألك ان انت بتشفط السائل، ودي معلومة غلط. انت لما بتشفط في الشليمون انت مبتشفطش السائل، ان هو انت بتعمل ايه، انت بتسحب سوري انت بتسحب الهواء اللي جوه الشليمون، فبالتالي الضغط جوه الشليمون ده صفر، فالضغط بره عالي، فبالتالي بتضغط على السائل وبتطلع في الشليمون، فالسائل ينزل في بقك. انما انت كل اللي عملته شفطت الهواء اللي جوه الشليمون، فبقى الضغط جوه الشليمون يكاد يبقى صفر، والضغط بره بيساوي الاتموسفير بريشر، فالضغط بره اعلى، فبيضغط السائل من فوق فبينزل فيصعد من الشليمون لفوق. عشان هنجيلك مسألة في السيرواي يقولك سوبرمان مش عارف يشرب تنسقل معايا المية والشليمون تقريبا مش فاكر كام لتر يعني، فبيقولك هو هيقدر يشرب من الشليمون دي ولا لأ، ولو لأ فليه لأ. بسيطة، انت فهمت دلوقتي ان انت لما بتشفط ما بتشفطش السائل، انت بتشفط الهواء. فانت لما تشفط الهواء هتحسب ايه، هتقول ان الاتموسفير بريشر هيساوي رو جي اتش الليكويد ورو الليكويد، فانت هيبقى معاك الرو ومعاك الجي، هتضيف الاتش هتطلع برقم، هتقارنها باللينس بتاع السترو هتلاقيها اصغر، فبالتالي الهايت اللي هو الضغط الجوي هيرفعه اقل من طول الشليمون، فبالتالي هو مش هيقدر يشرب من الشليمون. ده التفسير بتاع السؤال، والاسئله دي هنبقى نحلها يعني قريب ان شاء الله يعني. بس هو ده سألنا شهور، وكان لازم تبقى فاهم الايديا بتاعته. فهو كده السترو بتعمل على ايه، بتعمل على الديفرنس بريشر، دي فكرة عملها فروق الضغوطات. في حاجة كمان برضو بتعمل بنفس الطريقة، ايه هي، الفاكيوم كلينر اللي هي المكنسة الكهربية، بتعمل على نفس الايديا اللي هي الديفرنس بريشر، نعمل فرق ضغط فبالتالي هي تشتغل. ازاي بقى هنا، هي المكنسة بيبقى فيها كيس جوه في مروحة، فلما بتشغل المروحة الهواء بيطلع من بره، يعني الهواء اللي جوه المكنسة بيطلع لما أشغل المروحة لبره، فبالتالي الدريجر هنا يساوي صفر، وهنا يساوي الأتموسفير درجة، فالضغط بره أعلى. في قاعدة أي حاجة هاي عكسها في الناحية التانية لو، إن كان ده إلكتريك فيلد كارنت دريجر أي حاجة هتروح من الأعلى للأقل لحد ما يحصل حاجة اسمها إكوفيريوم. فأنت لو الدريجر هنا قليل وعندك هنا بريشر أعلى، فهو يفضل يروح للقليل لحد ما يحصل حاجة اسمها اتزان، مش هيتساووا بس يبقوا متزنين. فايه اللي هيحصل، الدريجر انت لما شغلت المكنسة طلعت الهواء بره، فبقى الدريجر بره أعلى، فبيدخل لجوه تاني عشان يعمل اتزان، فبيدخل الهواء بره فبيخش معاه الحاجات التانية اللي انت كنت عايز تشفطها. دي فكرتها بكل بساطة، ودي حصة النهاردة يعني مش طويلة. الحصة الجاية هتبقى أطول بتاعت الأرشميدس، وبعد كده خلصنا الجزء بتاع الستاتيك فلويد، وهنخش على الداينامكس، والداينامكس مواضيعها قليلة. وبس كده نعتبر خلصنا.